انا عايز يا ابويا اسافر اوروبا زي اخواتي امي. اشمعنى انا يا ابويا؟ هو انا خلفتك ونسيتك يا ابويا؟ قال لها يا بنتي، انا راجل بلغت من العمر عتي، وعندي فوق ال70 سنة وشعر شاب. ان عشت النهاردة مش هعيش بكرة. اصبر لما اموت وتدفنيني وتغسليني وتكفنيني وابقى اسافر معاهم. قالت له لا، لا يعني لا. وقامت جابت السكينة وعملت في ابوها. تابعوا الحكاية معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أغرب وأخطر القضايا والجرائم والحوادث الشائكة. تقديم أشرف فرو. أحداث هذه الحلقة جرت بمنطقة أبو راضي، مركز المحلة الكبرى، محافظة الغربية. والد راجل كبير في السن اسمه الحاج سيد، بلغ من العمر عتية يا سادة، وشعر راسه شاب وبيض، وعنده أولاد وزوجة. لكن أولاده سافروا دول أوروبا من بدري. ولما سافروا بعدوا خدوا أمهم معاها، ما خلوش في البيت إلا بنت واحدة بس عندها 21 سنة. فالبنت زي ما تقول زهقت من أبوها، فرحها والجاية يا أبويا، اشمعنى اخواتي كلهم في أوروبا مع أمي وبعتوا خدوا أمي معاهم وهم مع أمي، اشمعنى أنا يا أبوي؟ أنا اللي قعدت هنا للطين والسقميط. قالها يا بنتي، انت ناقصك ما اخواتك بيبعتوا لنا الفلوس على معاشي، وامك هناك وانت خليك معايا هنا يا بنتي. ما فيش الا انا في البيت. طب انت لما تمشي يا بنتي، يا اللي انا سبب وجودك على الدنيا، انت لما تمشي وتسيبيني، مين هيوكلني؟ مين هيشربني؟ مين هيسقيني الدواء في الصبح وفي الظهر والمغرب لما اعيا؟ مين هيغطيني في الشتاء من برد الشتاء؟ مين هيجيب لي لقمتي وغموزي؟ يا بنت حرام عليك، هو فاهم انا وانت؟ قالت له لا، ده بيقولوا اوروبا احسن من مصر، واوروبا فيها هناك سياحه وفيها والعيشه هناك معدن والبحر وهيصه. قال لي هادي يا بنتي، ما هو رزق هنا رزق هناك، وانت كده ناقصك خليك هنا معايا يا بنتي لما يجيلك عدلك، وبعدين هكون موت سنه ولا 2. ده انا عندي 70 سنه، مستنظر من الدنيا يا بنت. سنه ولا 2 هموت. انا عشت السنه دي، مش عايز السنه جايه. يبقى كفنيني وادفنيني وروحي له. قالت له لا، لا، لو ما فيش الا انا كده اللي هقعد على اللومان ده. هو انا يا ابويا خلفتك ونسيتك؟ قال لها يعني ايه يا بنت؟ قالت له يعني يمينات لازم نمشي لاخواتي وامي. ده هناك هايصين وبيغلوني ويبعتوا لي فيديوهات هناك من اوروبا، الدنيا هايصه معاهم هناك. اشمعنى انا اللي اقعد للزراع والطين هنا يا ابويا؟ ابوها راجل كبير في السن، اتقدم في العمر، عنده فوق ال70 سنة. قال لها علي اليمين بالتلاتة ما انت ماشي، وكمان طلاق بالتلاتة ما انت ماشية. قالت له تحلف عليا لا يمين ولا طلاق، والله العظيم لغيبك عن الدنيا. وطلعت تجري على المطبخ، جابت السكينة ودب دب دب طعنت ابوها 7 طعنات، اللي في السطح واللي في الرئة واللي في الكبد. وطلعت تجري زي ما تكون اتسرعت وقال حاجة في مخها على السلم وتجري. الناس تقول لها في والجيران ما قالتش حاجة حد. طلعوا يجري فوق الجيران، لقوا الراجل يا نار الحاج سيد غرقان في دمه. مين اللي عمل فيك كده؟ قال لهم بنتي هاتوا لي الشرطة. الشرطة جت، جابت سيارة الإسعاف معاها. قبل ما ركبوه رئيس المباحث بتاع مركز المحلة الكبرى غربية بيقول له يا حاج سيد، اللي عمل فيك مين؟ اللي عمل كده فيك مين؟ قال له بنتي. ضنايا بنتي اللي عملت فيها كده. مستوى سعادة البيت ضربتني عشان قلت لها ما تسافرش أوروبا. الراجل يا مدام وصل المستشفى ومات. ادى روحه ومات. شوف نصيب ربنا. بقت رئيس المباحث يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الراجل ادى سؤاله ومات. ربنا اعطاه عمر 2 3 ومات عشان يدي سؤاله. من هنا البنت يدور عليها المباحث، ما يدوروش عليها بتضييق الخناق، وعملوا كردون على المنطقة والبلد اللي هي منطقة أبو راضي دي. لقوها مستخبية عند واحدة صاحبتها. نهرت أبوها وذبحته وقلت منه علشان قال لها خليكي معايا، خليكي معايا، ربيني زي ما ربيتك، اطعميني زي ما طعمتك، اسقيني زي ما سقيتك، وكليني زي ما وكلتك، اكسيني زي ما كسيتك. قالت له لا، اللي بمشي أوروبا، وغيبت أبوها عن الدنيا. قبضوا عليها.
عملت لها كده يا بنت لظباط المباحث. قالت له مصر نرفزني، اخواتي هايصين وانا ليس معاه. ايش العلاج، ايش الدواء، ايش الاكل، ايش الشرب؟ ما فيش حد متمرر الا انا. وانا قلت له يابا انا همشي لامي واخواتي، اشمعنى انا؟ قال لي حلف عليا كذا كذا ما هتمشي. جيت دب السكينه وموته يا سعاده الباشا ومش ندمان. راحت قدام وكيل النيابه قالت مثل هذا القول. من هنا خدت 4، هيجدد لها 15 45 حلل الجلسه، نأمل انها تاخد اعدام. لكن الدروس المستفادة من مثل هذه القصة والحادثة المأساوية يا سادة، لما تشوف الإنسان سبب في إنه يجيب عياله على الدنيا، يتزوج وينجب أطفال كما والداه تزوجا وأنجبانه، وعياله في الآخر يغيبوه عن الدنيا. طب مين هيكفن الراجل ده؟ مين هيدفنه؟ مين يعني هيمشي معاه لحد ما يورى الثرى؟ طب لما اخواته، لما عفوا ولاده وزوجته هناك والبنت دي سجنت، مين بقى؟ مين بقى؟ الأم طبعا والأبناء. الأم جالها حالة إغماء لما سمعت باللي حصل، وولاد الراجل وأخوات البنت مش مستوعبين اللي حصل. وادي الدنيا، وادي أوروبا نفعتهم ولا ما نفعتهمش؟ عندكم شايفين الحكاية. طب يا بنتي لا كده، يا بنتي لا كده. يدفنوه بقى الجيران وأهل البلد والقرية، وراجل عنده 70 سنة وقال لك يا بنت، يا بنت اعملي معروف، يا بنت امال اللي يخدمني مين؟ مامك واخواتك هناك، ان مت تبقى روحي. راسها 1000 سيف، ركبها عفريت. قالت ان فات اروح يعني اروح. نرفزت ابوها، وده ابوها اللي هو اللي سبب في يعني في وجودها على الدنيا. قال لها مش هتمشي يعني مش هتمشي، وحلف عليها. المنات تجمد لأمية، تروح البنت العاقة تغيب ابوها عن الدنيا. تقرير الطب الشرعي والصفة التشريحية لما كشفوا عن الحاج سيد الله يرحمه، قالوا ده واخد 7 طعنات نافذة. ولكن ربنا ألهموا هذا العمر واعطاله هذا العمر حتى إن يحطوا سؤاله، لأن البنت وهي بتجري على السلالم ما كانش حد عارف اللي حصل لها، عشان يعترف على بنته، عشان تاخد الإعدام بمزيكا. ناقشونا الرأي وقولوا لنا اللي عملته الزوجة وأخواتها لما سافروا وسابوا البنت دي كده مع أبوهم لحد ما اللي حصل حصل. ناقشونا واكتبونا هي يعني هي البنت يعني اللي عملته كده كان أبوها حقه إنه يقول لها سافري ولا ما تسافريش. وحتى لو أبوها قال لها ما تسافريش، تعمل في أبوها كده؟ تعمل في أبوها كده تغيب عن الدنيا؟ تغيب أبوها عن الدنيا بعد ما رباها وكبرها عشان أوروبا؟ وده عدم التخطيط السليم. لأن الزوجة لما تسافر وتسيب زوجها، طب انت سافرت وسبت زوجك ليه؟ ده جوزك ابو عيالك، هتمتع في اوروبا سنة 2 3. طب ما هي بنتك هي هتاخد اعدام وجوزك مات. قال لك قالتيه، قال لك انا تيه من كده ما كنت قعدت مع جوزك وبنتك لما تمشي سياحة وتاجي. البنت تقول لابوها دم مجهزالي واخوات الورق من زمان، اشمعنى انا؟ انت ماسك فيا لا وانا خلفتك ونسيتك؟ فضلت تقول لابوها يا ناري وتزل في ابوها لحد ابوها قال لها لا مش هتمشي. جبت السكينه وغيبته عن الدنيا. تقول له انت هتردم لي في الطين هنا؟ ده اوروبا حلوه، ده اوروبا حلوه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. قول على الدنيا السلام. دمتم في امان الله.